بيبدأ فيلمنا بري وهو جندي في الجيش الأمريكي وبيبقى في مهمة عشان ينقذ الرهائن، ورئيسه بيقوله ما تقتحمش، بس هو بيقتحم وبيخلص على الناس، وبيجي للراس الكبيرة بيبقى ماسك الرهينة وعايز طيار، فبيقوله طبعا طبعا وبيروح قتله، بيبقى اتصاب بس أنقذ الرهينة. بعد المهمة بيرجعوا على البيت وري بيلاقي مراته مستنياه فبيحضنها وبيتفسحوا شوية في المدينة وبيروحوا، فبتقوله كل مرة ترجع بعلامة جديدة في جسمك، فبيقول لها أهم حاجة إني بعد كل علامة برجع البيت. تاني يوم بيلاقيها كاتباله إنها راحت تشتري فطار، وبيسمع صوت وبيفتكرها هي، بس بيطلع اتنين رجالة اقتحموا البيت، بس بيخلص عليه وهو بيدور على مراته، واحد بيحقنه بحقنة في رجله فبيقع وبيفقد الوعي. بيفوق بيلاقي نفسه في مسلح، ايده ورجله مربوطين، وبيدخل عليه واحد بشورت وشراب مشغل راديو وعمال يرقص، فبيسأله انت مين؟ فبيقوله انا مارتن اكس اللي هبوظ لك اجازتك، وبيسأله مين بقى اللي قال لكم ان في رهاين في مومباسا؟ فما بيردش، فبيروح جايب له جينا مراته وبيقوله ها، فبيقوله انا معرفش حاجه، فبيمسك السلاح فبيقوله انا معرفش حاجه، اسألني اي حاجه تاني وانا هجاوبك، فبيقوله طبعا طبعا مصدقه، وبيروح قاتلها قدام عينيه وبيقعد يضحك، فبيقوله انا لو خرجت عايش هقضي عليك، احسن لك تقتلني دلوقتي، فبيروح قتله. بعدها بنلاقي ري على جهاز بيشحن وبيفوق بيشيل الوصلات بس ما بيقدرش يمشي وبيقع على الارض شويه، وبيدخل دكتور هارتنج وكات فبيسأله ايه اللي حصل له، فبيقول له انت فاكر انت مين او رتبتك ايه؟ فبيبقى مش فاكر حاجه، وبيقول له ان الجيش الامريكي اتبرع بجسمك، فبيستغرب كلامه وبيقول له انه عرض نفسه للقتل، فبيقول له طيب لو مت اكيد في ناس مستنياني ارجع البيت، فكاتي بتقول له الجيش بيتبرع باجسام الجنود اللي ملهاش عيله، فهارتنج بيقول له انت اول واحد نرجعه للحياه، ففكر في الموضوع انه فرصه تانية، وبياخدوا يوريه الشركة وإنهم بيعملوا أطراف صناعية عصبية للجنود اللي زيه، وبياخدوا المكتب وبيروح فاتح إيده بالمشرط وإيده بتلم على طول، وبيطلع إن اللي بيعمل كده هي روبوتات النانو اللي بقت في دمه خلاص، وبنعرف إنه جرب روبوتات النانو دي على كذا حاجة بس ما نفعتش، فبيقوله أنا مش فاكر أي حاجة عن الماضي، فبتقوله إنه بسبب شغلك كل حاجة سرية، ودكتور هارتنج بيقوله إنه جاله سرطان وهو صغير وأكل دراعه بس ركب دراع تانية جديدة، وده اللي بيحصل لأي جندي بيفقد دراعه، وبيقوله كاتي كانت سباحة وكانت جزء من بعثة إنقاذ في سوريا وعملوا لها العملية وبقت بتتنفس من جهاز مثبت في الترقوة، وبيعرفوا على ديبس اللي كان من الرماة في الجيش بس فقد عينه، فهو ركب له كاميرا وبقى بيشوف من خلالها. أما جيمي كان جندي بحرية بس فقد رجلين الاتنين فركبوا له رجلين، فبيقول لهم طيب أنا هروح أنام او ممكن افوق من الحلم اللي انا فيه ده، وجيمي بيطلعه الاوضه وينام وبيحلم باجزاء من حياته، فبينزل يتدرب وبتبقى ايده قويه جدا وبتخرم كيس الملاكمة، فبيضرب في العمود وبيروح يشيل حديد وبيبقى جسمه كله ندبات، بيخلص وبيروح يتفرج على كيتي وهي بتتمرن في المية وبتخلص، فبيحكي لها ازاي يجيله كابوس وهو اصلا ما عندوش ذكريات، فبتقوله ما تستعجلش هتفتكر كل حاجة قريب، وبتديله وسام كان القائد بتاعها مديهولها، وبتقوله انا متأكدة ان في حد مفتقدك بس انت مش فاكر، وبتاخده وبيروحوا يشربوا، وفجأة بيفتكر كل اللي حصل معاه هو وجينا، فبيتعصب جدا، وكاتي بتطلب مساعدة طبية وبيقول لها انا عرفت انا ليه وحيد، وبيسيبها وبياخد عربية ويمشي وهما بيبقوا شايفينه، فدكتور هارتنج بيقوله رايح فين، فبيستغرب انه بيكلمه بس بيقوله عندي مشوار هخلصه واجيلك، وبتبقى روبوتات النانو بتدور على مارتن اكس عشان تعرف مكانه، فبيقوله ان ده مش قانوني ولازم يرجع، فبيرفض، فبيقوله انت النموذج بتاعي اللي متكلف مليارات الدولارات، فبيقوله انا مش ملكك وانا كمان برجع للبيت دايما، وبيروح يركب طيارة وبيدور ازاي يسوقها وبيبقوا مراقبين، وبيعرفوا انه حدد مكان مارتن اكس ورايح له، ومارتن بيبقى ماشي مع رجالته بخمس عربيات، واول ما بيدخل النفق الكهرباء بتقطع وعربية نقل كبيرة بتخبط في أول عربية، فواحد بينزل يشوف فيه ايه، فبيقول لهم عربية نقل والسواق مش موجود، وبيجي ري يضرب نار على العربية فالرجالة بيضربوه بيقع على الأرض وهما بيمشطوا المنطقة، فبيروح ري ساحب واحد ورا التاني وبيضربهم بالسكاكين، والمسدسات مش بتبقى محوقة معاه، ومارتن بيشوفه وجرحه بيلم، فبيقول لصاحبه خلصوا شغل عليه وجالي، فبيقول له ما احنا عارفين انه مش هيسيبنا، وبيقفل في وشه. بيبقى مأجر رجالة ما بتخلصش تقريبا بيقعدوا يضربوا فيه كلهم، فبيطلع لهم وصدره كله مخرم يضرب فيهم وبيخلص عليهم كلهم، وبيروح لمارتن وبيرسم له وش بيضحك على الإزاز، وبيروح شارك صمام القنبلة في لبس راجل ولازقه في العربية عشان يفتحها،
فالبودي جارد بيروح مديله رصاصة مطيرة نص وشه، وبيروح راجع تاني فبيموته، وبيجي لمارتن وبيقوله كل اللي قاله لك دكتور هارتنج كده انا افهمك. فبيروح قتله، بيخلص وبيرجع بالعربية وهما التلاتة مستنينه عشان يرجعوه، وبيفجروا العربية. بيرجعوا الشركة وراي بيشحن وجيمي بيثبته وما بيخلوهوش يتكلم، وبيقوله اتفرج بقى واحنا بنعطل وظيفك الحركية، انت اللي بتحركك رغبتك في الانتقام، انت فاكر نفسك كويس؟ على قد ما انا مش طايقك بس حابب اللحظة دي قوي، انت بقيت تحت سيطرتنا، احنا اللي بنوجهك للضحية الجديدة. وبيفرمطوا وبيغير له روبوتات النانو وبيشحنوا وبيلعبوا بقى في ذكرياته ومسرح الجريمة، وبيشيلوا حاجات ويحطوا حاجات كأنه فيلم. بتيجي كاتي وبيبقى مش عاجبها اللي بيحصل وصعبان عليها ري اللي بيلعب بيه ده، فهارتنج بيقول لها انت ممكن تسيبينا عادي، فبتقول له اه بعد ما اخرج توقف الجهاز التنفس بتاعي. فبيقول لها ده الاتفاق، وبيطلع اصلا اول ما ياخد غرضه منه هيقتله، هو كده كده كان ميت، ويتعمل له بقى جنازة عسكرية. وبيغيروا وش مارتن اكس بباريس، وبيطلعوا اصلا صحاب دكتور هارتنج وبيتناقشوا ايه القصة اللي هيألفوها المرة الجاية. وبتيجي كاتي فبيقول لها انت عارفة دورك، وبيعيدوا نفس المشهد تاني، بيقولوا على روبوتات النانو وبيعرفوا على الفريق، وبيفتكر مع كاتي وبيتعصب وبياخد عربية ويمشي، وهما بيعيدوا نفس الكلام معاه وهو في العربية وهو بيدور على باريس. وبيطلع كان شريكه تقنية روبوتات النانو بس كان طمعان ياخدها لوحده، فبيخلص عليه. ري بيروح لباريس، فالحارس بيسأله عايزه ليه، فبيقوله مفيش هقتله، فبيضربوا عليه نار، وباريس بيتوتر وبيطلب ويجن. ري بياخد 4 رصاصات وبيمثل انه مات، فراحوا مدخلينه جوه. ويجنز بيديله قنبلة نبض كهرومغناطيسية، وبيطلع انه تقني اشطر من اللي مع دكتور هارتنج. ري بيقوم يخلص على الرجاله اللي معاه عشان يروح لبرد، والتاني بيتوتر وبيخلي ويجنز يشغل القنبله بس بتبقى محتاجه وقت، وبيقول لهم رجعوا طبعا ري مفيش حاجه موقفاه وبيقتل اي حد بيجي قدامه. ودكتور هارتنج بيبقى خايف من القنبله، وري مش راضي يسمعه ويرجع، وبيدخل على باريس بيقول له بتقتل مراتي، فبيقول له انا معرفش مراتك، هما ضحكوا عليك بس بيقتله. ويجنز بيضغط على الزرار والقنبله بتتفعل، فالكهرباء كلها بتفصل وري بيقع وبيفقدوا الاشاره معاه. ويجنز بيجيبه وبيديله شحنه كهربيه عشان يقوم، فبيمسك فيه بس بيقوله انا معاك مش ضدك. وبنعرف ان باريس كان مستعبده تقريبا عشان يعمله اللي هو عايزه. وري بيفتكر مشهد المسرح بس بناس مختلفة كتير، فبيحكي له فبيقوله انا سمعت عن قاتل مأجور بيقتل اي حد منشق من شركة RST، بس ما كنتش اعرف انه انت. فري بيفهم انهم بيلعبوا في ذكرياته وبيبقى طالع علشان ينتقم منهم، بس ويجنز بيقوله انت لو طلعت من هنا هيلاقوك وهيزرعوا في دماغك ذكرى ليا وانا بقتل مراتك عشان يخلصوا مني. فبيعور نفسه وبيديله دمه عشان يكتشف هو شغال ازاي وبيمشي. فويجنز بيخليه يركب عربية قديمة عشان ما تبقاش متوصلة بيهم، فهم بيعرفوا مكانه من القمر الصناعي وبيبعتوهم وراه. ري بيروح لجينا وبيحضنوا بعض وبيقول لها حصل حاجات كتير غريبة بس المهم اني رجعت البيت زي ما كل مرة برجع. فبتقول له بس انا مشيت من حياتك، فبيقول لها بس انا رجعت للبيت زي ما وعدت. فبتقول له بس انا كنت عايزاك تفضل في البيت مش ترجع له. فبنتها بتنادي عليها، فبيقول لها اخر مرة شفتني كانت امتى، فبتقول له من 5 سنين. فبيمشي وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض، بس بيجي جيمي وبيروح خبطه بالعربية وبيطلع يضربه بحقنة. فري بيهرب، تبس بيضرب كاميرات مراقبة في السماء عشان يشوفه فين ويروح وراه. طبعا جيمي اصلا بيبقى وراه مش سايبه، وبيشوف ري عربية شرطة فبياخد سلاحهم وبيضرب جيمي بس مش بيجي فيه حاجة، وبيجري بس ري بيمسكه وبيخلي عربية تعدي من فوق رجليه فبتتقطع. ولسه ري هيمسكه بيروح تبس طعنه بحاجة عشان يقدروا يسيطروا عليه وبيقفلوا نظامه. وبيبقى دكتور هارتنج عايز يخلص من ويجن وبيبعت كاتي بس هي بترفض، فبيوقف جهاز التنفس بتاعها وبيقول لها انا مش مضطر اطلب باحترام، وبيرجع لها تنفسها تاني. فبتروح لويجنز وهو خارج من الفندق وبتقول له ممكن ولاعة، فبيولع لها، فبيغمى عليه من الدخان تقريبا في حاجة، وهي بتخلص على البوديجاردات بتوعه كلهم لوحدها. دكتور هارتنج بيتكلم ري في الفضاء العصبي وبيعمل له المكان كأنه حقيقي، فبيقول له انت استغلتني، فبيقول له انا ما اجبرتكش، انت بطبيعتك بتقتل، انا بس خليتك افضل نسخة من نفسك. فبيزعق معاه انه خلاه يشوف مراته كل شوية بتتقتل قدام عينيه، فبيقول له الانتقام هو اللي بيخلي واحد زيك مثالي، وانت اللي اخترت الحرب عشان انت بتحبها. فبيقول له انت اللي زيك بيكسروا اللي زي حتت حتت ويحطوهم في صناديق منظمة عشان يتحكموا فينا. طبعا
هارتنج كلامه بيعصبه، فبيقول له انا هدور عليك وهقتلك، فبيختفي لانه في الفضاء العصبي. كاتي بتخرج بس جيمي بيقول لها انهم بيسحبوا منه روبوتات النانو، فبتدخل لهارتنج تقول له ان ويجنز هرب، فبيوقف استخراج روبوتات النانو وبيعملوا قصة جديدة عشان يقتل ويجنز. فبتروح كاتي تحاول توقف اللي بيعملوه، فبيعرفوا وبيتعفرطوا. كاتي بتروح لري وبتضغط على الزرار علشان ويجنز يوصل له وبيقدر يغير اللي هم عملوه. هارتنج بيزعق مع كاتي وبيفصل نظامها، بس بتبقى اصلا متعطلة من عنده. هارتنج بيقول لجيمي وتكس ان ري هرب ولازم يلاقوه، ولو اضطروا يقتلوه. فبيجهزوا كل واحد نفسه وبياخدوا الأسلحة بتاعتهم. ويجنز بيبعت لري إحداثيات العربية بتاعته عشان يجيله، وبيقول لكاتي تعمل ايه عشان تمسح بيانات ري من عندهم، فبتولع لهم في المكان كله. جيمي بيجهز أسلحته عشان ري وبيدخلوا في بعض، وراي بياخده وينزل على الأسانسير وبيقعدوا يتخانقوا، وبينزل لهم تبس وبيحاولوا يقطعوا في وشه، والأسانسير نزل وبيفشلوا. فجيمي بيروح زقه بره الأسانسير خالص، فبيروح طالع لهم على الأسانسير التاني، فجيمي بيطلع له وبيوقعه على الأسانسير التاني، فبيميل وراي وتبس بيبقوا هيقعوا. فتبس بيقول لجيمي يساعده، فبيقول له امسك كويس بس، فبيقع. وراي بيروح ماسك فيه قبل ما يقطع السلك وبياخده وينزل، وبيروح مكسر له دراعاته دي اللي هو فرحان بيها وزق، وبيقعوا هما الاتنين يعملوا هزة في الأرض، وبيبقى في مشكلة في جسم راي، وبيروح حادف هارتنج قبل ما يمشي بدراع جيمي. فبينزل يقول له انا ممكن اعمل كل حاجة من الاول عادي، ممكن اعملك انت شخصيا تاني. وبيروح حدفه برصاصة بتنفجر في ايده، ومستوى الطاقة عنده بينزل فجأة، وبيبقى ماشي يلم في روبوتات النانو. فهارتنج بيضربه برصاصة تاني فبيبوظها، فبيجي يخنقه وبيروح راي يرمي قنبلة بينفجروا هما الاتنين. بعد فترة بنعرف ان ويجنز اشتغل عليه عشان يرجعه تاني، وبيعدل فيه انه ما يبقاش محتاج يتشحن. بيطلع يكلم كاتي وبتبقى عايزة تعتذر له، بس بيقول لها انتي مش مضطرة لكده، وبعدين اللي حصل ماضي ومش شرط ماضينا يحدد مستقبلنا. بيخلص الفيلم. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.